بيحكي وبيقول صديق ليا اتجوز على مراته، ومراته دي من احسن الشخصيات اللي ممكن يتجوزها راجل. ست عارفه ربنا، ست عارفه يعني ايه جواز ومسؤوليه بيت، ست نظيفه نفسيا وجسديا، بتهتم بكل تفصيله لصديقي ده وبتتقي الله فيه بكل معنى الكلمه، ومخليه ولاده ولاد زي الفل. صديقي ده حب واحده تانية واتجوزها، ومراته وافقت ورضيت بالامر الواقع ورضيت بمبدا التعدد وفوضت امرها لله. وفي قعده اصدقاء كده بساله، قول لي وبمنتهى المصداقيه، لو اتحطيت في اختيار هل هتطلق الاولى ولا هتطلق التانية؟ قال لي من غير اي نقاش هطلق الاولى طبعا. قلت له ايه؟ نعم انت هتطلق مين؟ انا فعلا ذهلت من رد وقلت له انا فعلا كده محتاجه افهم. قال لي لانها بتعرف تعمل كل حاجه في الدنيا، شاطره ومسؤوله وجدعه، فهتعرف تسد يعني مع اولادي وهتعرف تعيش. انما التانية خايبه ما بتعرفش تعمل حاجه، تضيع من غيري، فما اقدرش ابدا اتخلى عنها. وهنا اخدت اكبر درس منه في حياتي. عارفين المشكله فين؟ اننا مش بنصدق القصص دي عشان كل واحد فاكر انه سليم وعمره ما يتحط في ده. في رجاله تتشال على الراس مظلومين بسبب اشباه الرجال اللي حوالينا، وفي ستات تتشال على الراس برضه مظلومين مع نفس اشباه النساء. والله اشباه رجال فعلا اشباه نساء. اللي عايزين نقوله ان ما ننكرش احيانا ان فرط العطاء بيقسي قلب اللي اتعود ياخد وبس من الطرفين. الكفه المتزنه بتريح، بعرف ادي بس بعرف اخد، وده اساس نجاح في العلاقات. فرط العطاء مع اشباه الرجال او مع اشباه النساء بيوصل للبطر عن النعم، وبيخليك تشوف النعمه اللي في ايدك نقمه ونفسك تتسلط عليك. ان اكرمت الكريم ملكته، وان اكرمت اللئيم تمرده.